أكيد كل ما زادت خبرتك كل ما بقيت أكتر ثقة في قراراتك. بس لو كنت معتقد إن خبرتك بتحميك من الغلط عشان عندك سنين طويلة في مجالك، للأسف ده بيخليك أكتر عرضة لوهم التحيزات. والوهم ده مش مجرد إنك ممكن تغلط، الوهم ده إنك واثق جدا إنك صح، إنك مش هتغلط، وفي فرق كبير بين الاتنين. بس ما تقلقش، مع نهاية الحلقة دي هيكون عندك نظام قرار كامل، مش نظرية، مش كلام عام. هيبقى عندك نظام بتطبقه من بكرة في أي قرار مهم. في الحلقات اللي فاتت اكتشفنا إن القرار مش قرارك، وشفنا التحيزات الثلاثة اللي بتتحكم فيك من وراك. الكونفirmation بايز اللي بيخليك تشوف اللي عايز تشوفه، والانكورنج اللي بيخليك تبني على اساس ممكن يكون غلط من الاول، واللوس افيرجن اللي بيخليك تكمل على قرار خسران عشان خايف من تكلفة التغيير. كل تحيز كشف مشكلة، كل تحيز خلاك تحس بحاجة محتاج تفكر فيها في قراراتك. وقلنا من البداية إن المعرفة من غير نظام وهم تاني. النهاردة مش هنتكلم عن مشكلة، النهاردة احنا جايين عشان نبني الحل. نسيم طالب عبر عن ده في كتابه The Black Swan بطريقة غيرت المعادلة تماما. ومعنى كلامه ببساطة إن الخبير هو الأخطر، لأنه الوحيد اللي عنده حاجة يخسرها لو اعترف إنه غلطان. يعني كل ما زادت خبرتك كل ما زاد الإيجو اللي بيحمي قراراتك من المراجعة، وكل ما بقيت أكتر ثقة كل ما بقيت أقل استعداد إنك تسمع صوت تاني. وعشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن أصعب حاجة على الإنسان مش إنه يجهل الحقيقة، أصعب حاجة إنه يشوفها بعينه وما يكونش قادر إنه يعترف بيها. طالب ما بيقولش إن الخبرة وحشة، بيقول الخبرة من غير نظام خطيرة جدا، لأن الخبرة بتدي العقل اللماح السريع ذخيرة أكتر يبرر بيها قراراته، وبتدي الإيجو سبب أقوى يرفض بيه أي معلومة بتعارض قناعاته، وبتخلي السؤال هل أنا غلطان أصعب من أي وقت تاني. وعشان كده القرآن الكريم بيذكرنا بحقيقة بسيطة جدا: وفوق كل ذي علم عليم. كل ما الإنسان يعرف أكتر بيكتشف قد إيه لسه في حاجات ما يعرفهاش. والمشكلة مش في إنك تكون خبير، المشكلة لما الخبرة تتحول ليقين إنك مستحيل تغلط. لو في قطاع أو صناعة واحدة في العالم فهمت ده وبنت عليه نظام، يا ترى هتكون إيه؟ مش صناعة التكنولوجيا ولا قطاع المال ومش الاستشارات، احنا هنا بنتكلم عن قطاع الطيران. لو عرفت ازاي بيشتغل هتبني نفس النظام ده في قراراتك. تخيل معايا المشهد ده: كابين الطيارة قبل الإقلاع ب10 دقايق، الكابتن عنده 25 سنة خبرة، عمل الرحلة دي آلاف المرات، يعرف كل زرار في الكابينة وهو مغمض عينيه. لو سألته على أي إجراء هيقولك من غير ما يفكر. الخبرة بتاعته دي اتبنت من خلال آلاف الساعات في الجو. بس دلوقتي بعد 25 سنة خبرة وآلاف الساعات اللي قلنا عليها بيفتح ورقة ويبدأ يقرا بصوت عالي والمساعد يرد عليه. Checklist complete. Fuel quantity. Items checked. Instruments check. Items checked. Flaps position set. Confirmed. Ready. مش لأنه ناسي، مش لأنه مش متمرن، ومش لأن الشركة مش واثقة فيه. في الحقيقة الكابتن ده لو حد قال له أنت محتاج تشيك ليست، أنت بقالك 25 سنة، هيقول لك عشان عندي 25 سنة بعمل تشيك ليست، لأن عارف إن الخبرة بتخليني واثق، والثقة الزيادة بتخليني مش شايف كل حاجة صح. لأن صناعة الطيران اكتشفت حاجة بعد سنين من الكوارث والأبحاث: أخطر لحظة مش لما يكون الطيار مش متمرن، أخطر لحظة لما يكون واثق جدا إنه عارف. في تراثنا الإسلامي السلف رضوان الله عليهم كانوا بيخافوا من الثقة الزائدة أكتر من خوفهم من الجهل، لأن الجاهل ممكن يتعلم، أما اللي واثق في نفسه بزيادة فاكر إنه عارف كل حاجة، وبالتالي قفل باب التعلم على نفسه. في إحصائية هتصدمك بتقول إن 80% من حوادث الطيران ما كانش سببها عطل ميكانيكي، كان سببها هيومن ايرور، غلط بشري. تخيل إنك راكب الطيارة وعارف إن الكابتن خبير جدا بس ما عملش الدقيقتين بتوع المراجعة بتوع التشيك ليست. قرار
بتتاخد بثقة زيادة من غير نظام. فكر في الرقم ده، 80%. يعني من كل 5 كوارث في الطيران 4 منهم بيحصلوا مش لأن الطيارة اتعطلت، لأن إنسان اتخذ قرار غلط وهو واثق إن هو صح. أتول جواندي الجراح والكاتب الأمريكي وثق ده في كتابه ذا تشيك ليست مانيفستو، وقال التشيك ليست مش للناس اللي مش عارفين، بالعكس ده للناس اللي عارفين كويس عشان يحمي علمهم من غرورهم. ايه علاقة ده بشغلك انت؟ المدير اللي عنده 15 سنة خبرة في المجال بياخد قرارات بنفس الثقة بالظبط. الدايركتور اللي شاف آلاف الحالات بيحس إن خبرته بتحميه من الغلط. والسي او الاونر اللي بنى شركته من الصفر بيثق في توقعاته اكتر ما يثق في اي بيانات. وكل واحد منهم بيطير من غير التشيك ليست. والمشكله مش في انهم مش عارفين، المشكله انهم عارفين كتير قوي، بس لان كل ما زادت الخبره كل ما زاد الباترن ريكوجنيشن. والباترن ريكوجنيشن ده بيقول لك انا شفت ده قبل كده وعارف الاجابه. واحيانا بتكون صح واحيانا السوق بيتغير وانت لسه بتشوف نفس الباترن القديم. نوكيا شافت نفس الباترن لما شركة موبايل جديدة دخلت السوق وقالت شفنا ده قبل كده بيجوا ويروحوا، بس المرة دي الباترن كان مختلف والخبرة خلتهم ما يشوفوش الفرق. وده اللي طالب قاله في كتابه The Black Swan. النظام مش بيعوض الذكاء، النظام بيحرر الذكاء. لما عقلك ما يكونش مشغول بيفتكر الأساسيات، بيقدر يفكر في اللي فعلا مهم. يعني النظام مش المفروض يحط قيود على تفكيرك. عرفت دلوقتي ليه الخبرة لوحدها مش كفاية؟ وده اللي هياخدنا على السؤال المهم، ايه النظام اللي هيحميك؟ النظام بيتكون من 4 خطوات بسيطة وواضحة وبتشتغل في أي قرار مهم. مش محتاج ساعة عشان تعملها، محتاج دقيقتين بس قبل ما تكمل على النظام الأوتوماتيك اللي في دماغك. وعشان تفهم ليه الدقيقتين دول بيفرقوا خليني أقول لك حاجة. جواندي في كتابه ذا تشيك ليست مانيفستو عمل تجربة في مستشفيات كبيرة وحط تشيك ليست بسيطة من 19 بند قبل كل عملية جراحة. النتيجة في أول سنة الوفيات نزلت 47% والمضاعفات قلت بنسبة 36%. مش لأن الجراحين بقوا أذكى، هم نفس الجراحين اللي بيعملوا العمليات، لأن النظام خلى العقل الرزين التقيل يشتغل في اللحظة اللي العقل اللماح السريع بيكون عايز يكمل بسرعة. دقيقتين بس بتنقذ حياة إنسان في الجراحة، ونفس الدقيقتين دول أكيد هتنقذ قراراتك في شغلك. والنظام ده مش محتاج يبقى معقد، محتاج يبقى ثابت وتتبعه دايما. 4 خطوات هم نفس ال4 خطوات في كل مرة لحد ما يبقوا جزء من نظام عقلك في كل قرار مهم بدون استثناء. لأن القرارات اللي بتفيد النظام أكتر هي بالظبط اللي بتحسسك إنك مش محتاجه. الخطوة الأولى بتبان سهلة بس هي الأصعب. وقف قبل أي قرار مهم، ما تكملش على الأوتوماتيك. ثانية واحدة من الوعي بتكسر العقل اللماح السريع. لما تقول لنفسك أنا دلوقتي هتخذ قرار بتشغل العقل الرزين التقيل. الإنسان في اليوم الواحد بياخد آلاف القرارات معظمها صغير ومش محتاج وقت، بس القرارات الكبيرة في فريقك في استراتيجياتك في استراتيجيات الشركة اللي انت بتعملها هي دي اللي محتاج الخطوة دي. السؤال البسيط اللي بتسأله لنفسك، هل القرار ده بياخد ثانيتين ولا بياخد تفكير حقيقي؟ لو الإجابة تفكير حقيقي وقف وابدأ من هنا. الطيار لما بيفتح التشيك ليست مش بيضيع وقت، بيوقف لحظة عشان يتأكد ان العقل الصح بيشتغل، وده بالظبط اللي انت محتاج تعمله. يلا بينا نشوف الخطوة التانية. اسأل نفسك 3 أسئلة، كل سؤال بيكشف تحيز من التحيزات اللي اتكلمنا فيها. والأسئلة دي مش مجرد نظرية، هي مبنية على التحيزات ال3 اللي شفناها في الحلقات اللي فاتت. يعني كل سؤال فيهم هو نظام حماية من تحيز محدد. السؤال الأول بيكشف الكونفirmation بايز، ايه الأدلة اللي بتعارض قراري وأنا بتجاهلها؟ مش هل أنا صح، ده السؤال اللي عقلك هيلاقي لك عليه أدلة تأكده. السؤال الصح ايه اللي بتتجاهله؟ ده بيجبرك تدور على الصورة التانية وهتلاقي ان الإجابة على السؤال ده دايما موجودة، بس انت ما كنتش بتدور عليها. لأن العقل اللماح السريع مش بيدور على اللي بيعارضه، بيدور على اللي بيأكده.
السؤال التاني بيكشف الانكورنج، الاحصائيات والارقام اللي انت بتبني عليها القرار جايه منين اصلا، وهل هي لسه صح؟ لان الانكور القديم بيفضل يتحكم في قراراتك حتى لما الظروف اللي خلقته اتغيرت تماما. تايلر في كتابه نودج حذر من ده كتير، والسؤال ده بيجبرك ترجع للأصل وتسأل هل الأساس اللي ببني عليه صح أصلا؟ خلي بالك قبل ما تجاوب إن الأبحاث أثبتت إن كتير من القرارات اللي بتبدو منطقية لما بيتسأل السؤال ده اكتشفوا إنها مبنية على افتراض اتبنى من زمان وما تراجعش. السؤال الثالث بيكشف اللوس افيرجن. لو بدأت من الصفر النهارده هتاخد نفس القرار لأن اللي دفعته راح مش هيجي تاني سواء اتغيرت ولا لأ. السؤال ده بيفصل بين القرار اللي بيجي من الحقيقة واللي بيجي من الخوف من الخسارة، وكتير من القرارات اللي الناس مكملة بيها لفترة طويلة لو اتسأل السؤال ده بصدق الإجابة هتكون لأ. وبعد كده الخطوة الثالثة، مش عشان الاي اي يقرر بدالك، عشان يساعدك تلاقي الاسئله اللي انت اتجنبتها في الخطوه الثانيه. الاي اي ما عندوش ايجو بشري، مش خايف من رده فعلك ومش محتاج يعجبك، بس خلي بالك انه مش معصوم من الخطا، وده اللي بيخليه افضل مساعد شخصي عندك في اللحظه اللي انت محتاجه فيها. وفي فرق مهم بين انك تساله ايه القرار الصح وانك تساله ايه اللي انا مش شايفه. الاول بيخليه يقرر بدالك، التاني بيخليه يشغل عقلك الرزين التقيل. هديك 3 برومتس جاهزه لكل مستوى اداري جوه الشركه من اول المندوب لحد السي او، وهسيب لك الثلاثه جاهزين في الوصف. خلي بالك هتلاحظ حاجه مهمه في البرومتس دي، انت مش هتسال الاي اي ايه القرار، هتساله ايه اللي انا مش شايفه، وهتقول له اسالني الاسئله اللي بتجنبها. الفرق ده مهم جدا، الاول بيخلي الاي اي يقرر مكانك، التاني بيخلي الاي اي يشغل عقلك الرزين التقيل، والقرار في الاخر بيفضل عندك انت بكل خبرتك وحكمتك وسياق المشكله اللي انت عايشها. بس دلوقتي القرار ما اتبناش على تحيز واحد بيشتغل من وراك، وعشان تعرف الفرق بين السؤالين قبل ما تساله جرب مره وقول له هل قراري ده صح وشوف الاجابه، هتحس انهم اجابتين من عالمين مختلفين خالص. لازم انبه على حاجه مهمه جدا، الاي اي بيساعدك بس القرار الأخير بيعتمد على ذكائك وخبرتك. الخطوة الرابعة دي الخطوة الأخيرة، دلوقتي بس بعد ما العقل الرزين التقيل اشتغل، بعد ما سمعت الأسئلة الصعبة، بعد ما شفت الصورة الكاملة، دلوقتي تقدر تاخد قرارك بكل خبرتك وتوقعاتك وحكمتك، بس بعد ما بنيته على أساس مختلف. الفرق مش انك تاخد قرار اذكى، الفرق انك هتاخده بعيون مفتوحة مش بعيون بتشوف اللي عايزاه وبس. وفي فرق كمان بين انك تعمل الاربع خطوات دول كل يوم في كل قرار وبين انك تعملها في القرارات المهمة بس. الطيار مش بيعمل التشيك ليست كل ما بيحرك الطيارة جوه المطار، بيعملها بس قبل كل اقلاع، يعني قبل كل لحظة بتأثر على حاجة كبيرة. انت برضو حدد ايه اللحظات في شغلك وابني النظام حواليها. الاربع خطوات دول هيساعدوك تبني النظام اللي بيحميك من التحيزات. قول لي بقى في كومنت ايه اكتر خطوة حسيت انك محتاجها في شغلك، ولو عجبك النظام ده اعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لغيرك. دلوقتي النظام اتبنى، محتاجين بقى نثبت انه شغال بمثال حقيقي من التاريخ، مثال انا شفت جزء منه بعيني. خليني احكي لك حكاية، وهي مش قصة سمعتها من كتاب او قرأتها في مقال، انا عشت جزء منها. وفاكر وقتها وانا شغال في نوكيا كنا شايفين الشركة دي مستحيل تقع، الاسم كان اكبر من اي منافس، ولو حد قال وقتها ان نوكيا هتختفي تماما كنا هنضحك. شركة كانت الاكبر في العالم في صناعتها، عندها 150 سنة تاريخ وعندها تكنولوجيا كانت سابقة عصرها في وقتها، وعندها ناس من اذكى الناس في صناعة الاتصالات في العالم، وعندها موارد وعلاقات وحضور في كل بلد تقريبا. على ما اتذكر حوالي 2007 لما الايفون ظهر وسامسونج بدأت تركز على التكنولوجيا الجديدة ووراها الشركات الصينية، نوكيا كانت تساوي حوالي 30 مليار يورو، وكانت تمتلك أكثر من 50% من سوق الموبايل العالمي، وفي بعض الدول الكبيرة كانت فوق 90%. كانوا بيبيعوا مليون جهاز كل يوم، لدرجة إن لحد النهاردة مفيش شركة قدرت توصل لأرقام بعض أجهزة نوكيا، وكانوا في كل بلد في العالم تقريبا، من الهند لأفريقيا للشرق الأوسط لأوروبا لأمريكا، وكان عندهم مئات الملايين من المستخدمين اللي بيثقوا في علاماتهم التجارية. القيادة شافت الايفون
وقالت ده مش تهديد حقيقي، مش لانهم اغبياء ومش لانهم مش شايفين، لان خبرتهم في الصناعه خلتهم واثقين انهم يعرفوا اكتر، وكان عندهم حق في كل حاجه. التكنولوجيا بتاعتهم كانت متقدمه في اشياء كتير جدا. نظام التشغيل بتاعهم السيمبيان كان موجود قبل الايفون بسنين، وكان سابق عصره على فكره، وكانوا بيعتبروه سمارت فون حقيقي. وعلى فكره هو كان سمارت فون حقيقي. بس المشكلة ما كانتش في التكنولوجيا، المشكلة كانت في طريقة تعريف التهديد، وده بالظبط اللي الكونفرميشن بايس بيعمله، بيخليك تعرف المشكلة بطريقة تأكد قناعاتك. الكونفرميشن بايز قال لهم احنا عندنا نظام تشغيل افضل، الناس مش هتسيب منتجاتنا، وكل تقرير بيأكد ان المبيعات لسه كويسة بقى دليل ان هم صح. وكل خبر عن نمو ايفون بقى استثناء او سوق مختلف، والانكورنج قال لهم حصتنا في السوق لسه فوق ال 50%، ده مش هيتغير بسرعه، والرقم ده فضل هو المرجع، هو الانكورنج، حتى لما السوق بدأ يتحرك بسرعه مختلفه، والقرارات كلها اتبنت على اساس انكورنج فوق ال 50%، وبقى مستحيل يتخيلوا انه ممكن يتهدد بجديه. واللوس افيرجن قال لهم لو غيرنا نظام التشغيل هنخسر كل اللي بنيناه، هنخسر العلاقات مع المطورين، هنخسر الايكو سيستم كله. والايكو سيستم فعلا كان حقيقي وكبير، بس الخوف من خسارته خلاهم ما يشوفوش ان الايكو سيستم الجديد اللي ابل بتبنيه اكبر بكتير، والثلاث تحيزات اشتغلوا مع بعض من غير نظام يوقفهم. في 6 سنين نوكيا اتباعت لمايكروسوفت ب7.2 مليار دولار، أقل من ربع قيمتها سنة 2007. نوكيا ما كانتش محتاجة الاي اي، هو اصلا ما كانش موجود في الوقت ده، كانت محتاجة نظام يجبر القيادة توقف، يجبرها تسأل الأسئلة الصعبة، كانت محتاجة صوت معارض حتى لو من جوه. تخيل لو قبل ما ياخدوا قرار ان الايفون ده مش تهديد، حد في الاجتماع قال قبل ما نكمل ايه الادله اللي بتعارض قناعاتنا دي، كانوا هيلاقوا ان الايفون بيقدم تجربه مستخدم مختلفه خالص، شاشه كامله باللمس. وقتها ابل كان عندها شبه ايكو سيستم متكامل، اي تيونز، ماك، ايبود، ده غير ان الاب ستور هيفتح باب هم ما كانوش جاهزين ليه، وان الناس مش بتشتري موبايل، الناس بتشتري تجربة جديدة. الادلة دي كانت موجودة، بس ما حدش كان بيسأل السؤال اللي يخلي حد يشوفها من مجلس الإدارة. وسؤال تاني كلنا لازم نسأله في اللحظة دي، ممكن يغير طريقة تفكيرنا ويخلينا نتبع الخطوات اللي قلنا عليها. لو الزمن رجع بنوكيا وبدأت من نفس النقطة اللي التحيزات اتحكمت فيها في قراراتهم، كانوا هياخدوا نفس القرارات؟ أعتقد الإجابة الصادقة كانت هتكون لأ، كانوا هيبنوا حاجة تانية خالص. بس اللوس افيرجن خلى السؤال ده ما يتسألش، لأن إجابته معناها إن كل اللي اتبنى محتاج يتغير، وإن ال 150 سنة من التاريخ ممكن تبقى عبء مش مجرد ميزة. أنت دلوقتي عندك حاجة نوكيا ما كانتش موجودة عندها، عندك أداة اي اي بتسألك الأسئلة الصعبة من غير ما تخاف من ردة فعلك، وعندك نظام تقدر تبنيه من النهاردة. نوكيا فقدت 22 مليار يورو في 6 سنين. الفرق مش في الذكاء، الفرق في النظام. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن النفس لأمارة بالسوء. النفس مش بتأمرك بحاجة وحشة بالضرورة، بتأمرك باللي يريحها، بتأمرك تصدق إن اللي بيأكد قناعاتك من خلال الكونفرميشن بايس، بتأمرك تبني على الرقم اللي اتعودت عليه من خلال الانكورنج، بتأمرك تفضل في القرار اللي دفعت فيه كتير من خلال اللوس افيرجن. وكل التحيزات دي مش عيوب، هي نتيجة طبيعية لعقل بيدور على الراحة والأمان. العقل اللماح السريع اتطور عشان يحمينا، مش عشان يحكم على استراتيجيتنا واستراتيجيات الشركات. بس في بيئة العمل ده بيكلف أكتر ما بيوفر. وفي حاجة مهمة لازم تتقال هنا، مجاهدة النفس مش بتحصل بالنية بس، لكن بتحصل بالنظام. ودي حقيقة، لأن نظام القرار اللي بنبنيه ده هو صورة من صور الإتقان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقانك لنظام قرارك وتعبك في التفكير قبل ما تاخد الخطوة ده عمل عظيم بتؤجر عليه إن شاء الله. الطيار اللي بيفتح التشيك ليست عشان يجاهد نفسه قصاد الثقة الزيادة بيجبرها توقف. وانت لما بتفتح الاي اي وبتسأله الأسئلة الصعبة بتعمل نفس الحاجة، بتجاهد النفس اللي عايزة تكمل على النظام الأوتوماتيك وبتجبرها تسأل. والنظام مش ضد عقلك،
ومن صور مجاهدة النفس في عصرنا إن الإنسان يبني أنظمة تحميه من هواه. والإنسان المؤمن ما بين محاسبة لنفسه واستعانة بربه وأخذ بالأسباب، ما بيعتمدش على ذكائه بس ولا على خبرته لوحدها، لكن بيسأل الله الهداية وبعدين يبني النظام اللي يحميه من نفسه. بالظبط زي الجراح في غرفة العمليات بيفتح التشيك ليست قبل ما يبدأ العملية، ما بيقولش أنا مش واثق في نفسي، بيقول أنا واثق في نفسي وعارف إن نفسي ممكن تخدعني. وده الفرق بين الخبير اللي بيتعلم واللي بيتوهم. والفرق ده مش في الذكاء، في الوعي. والفرق في إنك تعرف حدود نفسك وتبني نظام يحميك منها. نوكيا كان عندها الخبرة، كان عندها التكنولوجيا، عندها الموارد، بس ما كانش عندها النظام العقلي، النظام اللي بيوقفك لما العقل اللماح السريع بيقول احنا عارفين، النظام اللي بيسألك الأسئلة الصعبة لما الكل بيكون ساكت، النظام اللي بيجيب صوت تاني حتى لو من جوه. وده مش بس عن نوكيا، ده عن كل منظومة وكل فريق بيشتغل من غير نظام قرارات. وكل قرار بيتاخد بنظام عقلك الأوتوماتيك بيكون محكوم عليه بالتحيز، مش لأن الناس وحشة، لأن النفس أمارة باللي يريحها. الأربع خطوات اللي اتكلمنا فيهم مش فلسفة، ده نظام عملي تقدر تبدأ بيه من بكرة. في أول اجتماع مهم يجيلك وقف لثانية واسأل نفسك الثلاث أسئلة، افتح الاي اي وبعدين اتخذ قرارك. مش هيبقى كامل من أول مرة ولا هيبقى سهل عليك، لأن العقل اللماح السريع هيقاومك، هيقولك أنا عارف مش محتاج. وده بالظبط اللحظة اللي محتاج فيها النظام أكتر. نوكيا ما كانتش محتاجة أذكى ناس في العالم، كان عندها الأذكى، كان عندها الناس الأكثر خبرة، لكن كانت محتاجة نظام يجبر الأذكى إنه يسأل السؤال الصح. أنت دلوقتي عندك حاجة، لكن نوكيا وقتها ما كانش عندها. عندك أداة بتسألك الأسئلة الصعبة من غير ما تخاف من ردة فعلك، عندك نظام تقدر تبنيه من النهاردة، وعندك خبرتك أنت اللي أنت برضه هتستخدمها عشان تبني فوقها النظام ده. الخبرة مش هي العدو، الخبرة من غير نظام هي العدو الحقيقي. وفي فرق بين انك تعرف النظام ده وانك تطبقه. كتير من الناس هيتفرجوا على الحلقة دي ويقولوا منطقي جدا ويكملوا يومهم من غير ما يغيروا حاجة، وده هو التحيز الثالث، اللوس افيرجن، بيشتغل من اخر لحظة في الحلقة. تكلفة التطبيق واضحة وفايدة التطبيق خفية، فالعقل اللماح السريع بيختار بعدين. يبقى بعدين وبعدين وبعدين لحد ما يبقى بعدين هو العدو الحقيقي للنظام. وانا بتحداك تكسره من النهارده. الفرق بين القيادة اللي بتبني مستقبلها واللي بتكتفي بخبرتها مش في الذكاء، مش في الخبرة، مش في الموارد، في النظام. دلوقتي خد ورقة واكتب ايه اهم قرار بتفكر فيه دلوقتي في شغلك، وبعدين افتح الاي اي واكتب له البرومت بتاعك. مش لازم تكون الاجابة صح، مش بالضرورة تغير قرارك، بس لازم تسمعها، لازم تقراها، لازم تخلي العقل الرزين التقيل يشتغل ولو دقيقتين. لان الفارق بين قرار مبني على تحيز وقرار مبني على تفكير بيجي في الدقيقتين دول. والحلقة دي مش نهاية الرحلة، دي أول خطوة في بناء نظام شغلك كله، مش بس قرارك أنت. ما تنساش تكتب لي في كومنت إيه السؤال اللي فاجئك. خلي بالك أنت دلوقتي عندك النظام، بس في سؤال أكبر وأهم بكتير: إزاي تبني فريق؟ إزاي تبني بيزنس بيشتغل بالنظام ده؟ الحلقة الجاية هنتكلم عن الإدارة بشكل مختلف. ازاي تبني منظومة كاملة وتبني بيزنس معتمد على النظام ده. هنتكلم عن مفاهيم إدارية وعن طرق إدارة الفريق وطرق إدارة البيزنس. لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك إشعار أول ما الحلقة الجديدة تنزل. استنوني إن شاء الله الحلقة الجاية.